النهارده هفرجك على عربيه هيونداي الانترا زي اللي بتنزل عندنا مصر بالظبط، بس مواصفات امريكيه. هل في فرق كبير وملحوظ ما بين المواصفات اللي بتيجي عندنا في مصر اللي هي المواصفات تعتبر قريبه من الخليجي، ولا مفيش فرق؟ وهل المواصفات الامريكي افضل من المواصفات اللي بتيجي مصر والمواصفات الخليجي، ولا مش افضل؟ ده اللي انا هشرحه لك في الفيديو ده، فخليك معايا واحده واحده وهقول لك ايه الفروقات اللي بتنزل ما بين المواصفات الامريكي وما بين المواصفات اللي بتجي لنا مصر. فانا هطلع من الكادر خالص كده، يلا بينا ونقرب الكاميرا سنه. بصوا يا جماعه، مبدئيا المواصفات الامريكي في اي عربيه بيجي فيها ايه؟ الحته الصفراء اللي هنا. يعني اي فانوس عربيه امريكي ايا كان ايه هي نوع العربيه او موديلها بيجي فيها الحته الصفراء دي. شكل العربيه من بره ما فيهوش اي اختلاف تماما غير في حاجتين مهمين جدا جدا، هي الموتور بتاع العربيه والجير بوكس او الفتيس، وده يعتبر القلب النابض بتاع العربيه، والاوبشن بتاع العربيه. فندخل واحده واحده كده ونتفرج على العربيه شكلها من جوه عامل ازاي. هي بالظبط، لكن اهم حاجه انت عايز تعرفها او محتاج ان انت تعرفها هو ان الموتور بتاع العربيه دي موتور 2000 سي سي بيطلع حوالي 160 هورس باور. فتعالى نفتح كده. ده موتور سمارت ستريم 2000 سي سي، وحتى هو بيبقى مكتوب هنا على البادج اللي موجود على الكبوت. والفتيس او الجير بوكس اللي مع العربيه ده فتيس 6 سرعات نفس اللي بينزل بالظبط. الموتور ده بيطلع 160 هورس باور وبيطلع 191 نيوتن متر بالظبط. ونقفل كبوت ونيجي على العربيه من جوه. بص بقى، تعتبر العربيه دي تاني فئه، فيها جنوط تمام، خاماتها من جوه مش احسن حاجه، يعني مش الافضل، مش الخامات الجلد، مش الخامات اللي هي ايه اللي مخليه العربيه تعتبر عربيه فارهه او يعني عربيه ما فيش منها اتنين. لكن الناس دي بتهتم بحاجه معينه. نفتح بس التكييف لحسن انا هموت بصراحه. الناس دي بتهتم بحاجه معينه، ايه هو؟ الامان. العربيه دي فيها كل عوامل الامان من اول فئه. بمعنى ايه؟ 2 ايرباج، 3، 4 وزيهم من الناحيه الثانيه. يعني انا كده معايا 6 ايرباج، ومعايا اي بي اس واي بي دي. تعالى هوريك. تمام. ومعايا تاني لين اسيست اللي هو بيثبتك في الحاره المروريه. ومعايا طبعا زي ما انا قلت لك تراكشن كنترول، وده اللي بيفصل الموتور وبيفتحه لما تكون انت واقف في اشاره، وده طبعا موجود في كل العربيات. عندك بقى ايه؟ مثبت السرعه، الحاجات دي كلها. وفي رادار امامي للتصادم، وفي نظام كشف النقط العاميه. يعني لما بتدي اشاره شمال وفي حد جاي على شمالك بيجيب لك زي ما هو ظاهر على الشاشه دلوقتي. ولما تيجي هتخبط خلاص في اللي قدامك فبيبدا ان هو يديك الارم هنا، والعربيه بتمسك نفسها وبتقف لو شافتك ان انت مش دايس فرامل او رجلك مش لامسه الفرامل. بص كده، اول ما بيشوف ان العربيه اللي قدام بيقول لك ان انت هتخبط. لما بيشوف العربيه اللي قدام داست فرامل وانت دايس بنزين ومش دايس فرامل بيبدا يعمل الالارم اللي انت سمعته ده. وهنا في درايف مود، وهنا في الكاميرا العاديه بتاعت العربيه. طبعا الاوبشن ده بينزل في اي مواصفات سواء خليجي او اللي بتجيلنا مصر. لكن المميز ان العربيه دي زي ما انتم شايفين تعتبر تاني فئه، وفيها كل عوامل الامان وفيها كل الاوبشن اللي انت تكون محتاجه ما عدا فتحه السقف. دي حاجه بصراحه انت هتلاحظها لو جيت هنا في الامارات، وهتلاقي ان كل عوامل الامان وكل الاوبشن اللي انت محتاجه موجود في العربيه من اول تاني فئه. فدي حاجه مميزه بصراحه. ويلا بينا نطلع نجرب العربيه وهقول لك كلمتين بساط كده عنها. هتلاحظ جدا ان العربيه دي في عزلها افضل بكتير من اللي موجوده في مصر ومن الخليجي. العربيه هاديه هدوء غير طبيعي، والله ما هدوء الانترا ده، يعني ده مش هدوء الانترا خالص اللي انا جربتها في مصر. زائد ان في اوبشن تاني انا ما قلتلكش عليه. ايه هو الاوبشن؟ تعالى كده قرب بالكاميرا. ده زي ما هما بيقولوا قياده آلية، تمام، او قياده ذاتيه، ما علينا. يعني ده بيخليك تعمل ايه؟ لو انت ما بين خطوط في النص فبتروح دايس كده ومثبت سرعتك، فالعربيه بتفضل ماشيه ما بين الخطين، جيت يمين جيت شمال العربيه بتفضل ماشيه، هي عارفه طريقها وماسكه طريقها بالظبط. فده اوبشن جميل جدا في فئه تعتبر هي فئه قليله. يعني تعتبر العربيه دي فئه تانية، فئه اولى، فئات يعني اللي هي مش بيبصوا لها هناك. فخلينا نجرب القياده الآلية او القياده الذاتيه دي. وزي ما انا قلت لك من شويه في الفيديو ان فيها رادار للتصادم الامامي. يعني انا لو قربت شويه على العربيه اللي قدامي والعربيه
داست اللي هناك اللي قدامي بقى داست فرامل، فالعربيه دي تبدا تديك انذار لما تشوفك ان انت مقرب ومش دايس على الفرامل. قربت قوي للعربيه هي بتفرمل اوتوماتيك، يعني فيها كمان ايمرجنسي بريك اسيست، ده اللي هو فرمله للطوارئ او فرمله مفاجاه. طيب احنا جينا دلوقتي عند طريق فيه خطين، فهنثبت السرعه هنا على ادي 40. تعالى كده قرب على الطاره ودوست كده بس كده، ابعد بقى سنه. بص هنزود السرعه شويه. بصوا يا جماعه العربيه هتفضل ماشيه مع نفسها. في الهيونداي جربتها قبل كده، في الهيونداي الكونا الكهرباء وفي كام عربيه تانية، لما بتسيب ايدك من الطاره فبيقول لك ايه، بيقول لك كيب يور هاند اون ستيرنج ويل علشان يحس بايدك. بص بقى في الملف ده، بص كده جابت شمال لوحدها وهتجيب يمين، بس هي هتفصل هنا القياده. ليه؟ علشان هي داخله في الدوار خلاص. فهي مش قياده آلية زي التسلا مثلا. يعني التسلا ممكن فيها نافيجيشن، تروح كاتب هي هتوصلك فين او انا عايز اروح فين فتوصلك لغايه هناك. لا هنا بتمشي ما بين الخطوط فقط. واللين اسيست اللي عندي هنا ده بيثبتك على الحاره المروريه، ولو طلعت براها بيقول لك ايه، بص عماله هي بتكسر شمال، بص بتيجي شمال، ايوه جت يمين يمين يمين، بس هي كده فصلت خلاص. فايه رايك في الاوبشن ده؟ يا ريت يا ريت مصر تفتح المواتير ال 2000 والمواتير ال 1800 للناس كلها زي المواتير ال 1600. صدقوني يا جماعه هنركب اوبشن. انت شايف انا مش محتاج اتكلم، يعني هنركب عربيات فيها اوبشن، هنركب عربيات كويسه. ولعلمك ال 2000 سي سي مش قوي قوي في استهلاك البنزين، يعني طبيعي اللي هي بتلعب في 10 لتر كل 100 كيلو، ده اللي هو يعتبر ولا حاجه. ف قول لي رايك في الفيديو ده، ولو حابب تشتري اي حاجه من على تطبيق نون في مصر والامارات او الخليج، هتلاقي اكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه وهتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. اكتب الكود عند مرحله الدفع هتلاقي بيجي لك خصم كبير ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، شكرا، سلام عليكم.